بيبدأ فيلمنا بكابوس مرعب بتعيشه كده، وبنشوفها جوه مستشفى ولادة، والمشهد الطبيعي بيتحول في ثانية لبركة دم، وبتصحى كيت من النوم وهي مكسورة وصرختها مالية المكان عشان تكتشف ان ده كابوس مش حقيقة. بس للأسف الكابوس ده مبني على الواقع. كيت وجوزها جون فقدوا بنتهم الثالثة قبل حتى ما تتولد. الحادثة دي هي اللي دمرت كيت نفسيا، وبسببها يا صديقي بقت مدمنة على شرب كحول، وبسبب شربها ده كانت هتتسبب في موت بنتها الصغيرة ماكس اللي ما بتسمعش. دلوقتي كيت بتحاول تلم أشلاء نفسها وتتعافى، وقررت هي وجون ان الحل الوحيد عشان يملوا الفراغ القاتل ده هو انهم يتبنوا طفل. وبالفعل تاني يوم بيروحوا على دار ايتام عشان يختاروا بنت يربوها، وجون وهو بيلف في المكان بيسمع صوت غنى حلو قوي طالع من فصل فاضي، فبيدخل، ولما بيدخل بيلاقي بنت صغيره قاعده لوحدها وبترسم لوحه فنيه بمنتهى العبقريه. البنت دي ما كانتش شبه باقي الاطفال، اسمها استر وعندها 9 سنين، ولابسه لبس كلاسيكي قديم ولفه حوالين رقبتها شرايط قطيفه. استر بتتكلم باسلوب وفلسفه اكبر من سنها بكتير، وعقلها ده يوزن بلد. كيت وجون سحروا بيها وبذكائها من اول لحظه، حسوا ان البنت دي هي اللي ناقصه في عيلتهم، واخدوا قرار فورا ان استر هي اللي هيتبنوها، وجريوا عشان يخلصوا كل الاجراءات. وعرفوا من الدار انها جايه من روسيا، بس المعلومات الاخطر ان اخر عيله اتبنت استر بيتهم اتحرق بالكامل، واستر هي الوحيده اللي نجت. طبعا كيت وجون قلبهم وجعهم على البنت وتعاطفوا معاها جدا، وقالوا لبعض ان البنت دي اكيد عانت وشافت الويل، وعشان كده هنعاملها زي ولادنا بالظبط. وفعلا ده اللي حصل. من اول يوم دخلت استر اتعاملت احسن معامله، لدرجه ان دانيال ابنهم الكبير كان بيغير منها جدا، وحس ان اهله بيهتموا بالبنت دي اكتر منه هو شخصيا. وتاني يوم حياه استر بتستعد عشان تروح المدرسه مع اخواتها، بس صممت انها تلبس اللبس الغريب بتاعها اللي مش مناسب نهائي للمدرسه، وده اللي خلى كل طلاب المدرسه يقلبوا اليوم تريقه وتنمر عليها. اليوم الاول عدى ورجعت استر على البيت، وبدات انها تلعب مع اخواتها، وفي وسط اللعب ده دانيال ضرب حمامه ببندقيه الرش بالغلط، والحمامه وقعت وصابت فورا. بس المرعب هنا يا صديقي ان استر قامت ماسكه طوبه كبيره وبمنتهى البرود نزلت بيها على الحمامه دي لحد ما الحمامه ماتت بطريقه وحشيه، والاطفال كانوا مرعوبين من المنظر، بس بررت لهم الجريمه دي بدم بارد انها عايزه تخلص الحمامه من عذابها للابد، لانها طالما اتصابت اكيد هتتوجع. المشهد ده رعب دانيال منها جدا وخلاه يكره اللعب معاها اكتر. وبيجي يوم جديد واستر بتروح المدرسه، وبرضه تنمر ما بيسيبهاش، بس المره دي استر بتفقد السيطره تماما على اعصابها، تفضل تصرخ، وكل الاطفال تعبوا منها ويخافوا ويقرروا يتجنبوها، لدرجه ان اخوها دانيال قال لهم دي مش اختي واحنا متبنيينها عشان ما يحسش بالاحراج من صحابه. وبعد المدرسه بنشوف استر وهي قاعده مع مامتها كيت عشان تعلمها عزف البيانو. في اول درس استر بتكون مش عارفه تعزف اي حاجه، بس كيت بتطمنها وبتقول لها ان كل حاجه بتيجي بالتدريب، وبكره هتبقي اشطر عازفه في امريكا كلها. بعدها كيت بتاخدها على الجنينه تعرفها ان كان عندها بنت صغيره ماتت في بطنها قبل حتى ما تتولد، وانها رمت الرماد بتاعها وسط الورد الابيض اللي في الجنينه، فالورد ده هو اللي بيفكرها ببنتها، وبتقول لها انها منع اي حد يقطف اي ورده من المكان ده. وبيجي تاني يوم كيت بتقعد مع استر بعد ما صحيت من النوم، بس فجاه استر بتكلمها باسلوب وحش جدا. كيت بتاخد بعضها تروح لجوزها تشتكي له من قله ادبها، تقول له يا جون البنت بتتحول بطريقه غريبه. جون ما بيهتم بكلامها وبيقول لها بطلي تفاهه، دي مجرد طفله واكيد في حاجه مزعلاها، وبكره يا ستي هخليها تعتذر لك. بس كيت قلبها ما كانش طمن ناحيه البنت دي، وطرحت عليه انهم يودوها لدكتور نفسي، بس جون قفل الموضوع وقال لها الموضوع مش مستاهل. بس يا صديقي شك كيت كان في محله. في نفس اليوم استر راحت مع زمايلها رحله، وشافت البنت كانت بتتنمر عليها في المدرسه، واستغلت ان البنت واقفه لوحدها في مكان عالي، وقامت جايه وراها وزقاها بكل غل من فوق. والجريمه دي بقى بتحصل قدام عيون مين؟ واختها ماكس. بعد الرحله العيله بتتجمع على الغداء، والمدرسين بيبلغوا الاهل باللي حصل، بس استر بتلبس وش البراءه وقالت لهم بدموع تماسيح ان اللي حصل كان مجرد حادثه، والبنت وقعت وهم بيلعبوا. ولما كيت سالت ماكس عن اللي حصل، ماكس يا عيني ما كانتش قادره تتكلم من الخوف، واكدت كلام استر ان البنت اتزحلقت ووقعت لوحدها. بس دانيال فجاه اتكلم وقال اكيد هي اللي عملت كده، انا اكتر من مره شفتها وهي بتعمل حاجات مرعبه وهي اصلا شكلها مش طبيعيه. بس جون هزقه وطلب منه انه يتاسف لاخته لان ده اتهام خطير، ودانيال مرضاش وقام من على السفره وهو في منتهى الغيظ. في نفس اليوم بالليل كيت بتسمع صوت بيانو بيتعزف بمنتهى الاحترافيه، فبتروح على الاوضه تشوف مين اللي قاعد، واتصدمت ان استر هي اللي بتعزف بمنتهى التمكن ده. ازاي بتعزف كده وهي من كام يوم كانت عامله نفسها ما بتفهمش حاجه في البيانو؟ فكيت بتطلب منها تفسير فورا. استر ردت عليها بقله ادب العن من اللي حصل المره اللي فاتت، وده اللي خلى كيت تصمم ان البنت دي طبيعيه ولازم تروح لدكتور نفساني عشان تعرف مشكلتها واصلها وفصلها. بس للاسف جون برضو شايف كيت مكبره الموضوع. تاني يوم الباب بيخبط، وصاحبه الملجأ اللي جت منه استر بتزور العيله وبتقول لهم كلام مرعب. بتقول انها لما بحثت ورا تاريخ استر اكتشفت حاجه مرعبه،
البيت اللي اتحرق قبل كده طلع الحريق كان بفعل فاعل ومش حادثه قضاء وقدر، والغريب ان الشرطه قالت ان مفيش مخلوق غريب دخل او خرج من البيت يومها، يعني اللي ولع في البيت حد كان عايش فيه. وبما ان استر هي الوحيده اللي نجت، يبقى مين اللي عملها؟ العيله استغربت من الكلام ده كله، معقول طفله بالبراءه دي ممكن تعمل كده؟ واستر كانت واقفه بعيد بتصنت عليهم، سمعت كل حاجه والغل كان مالي قلبها، فراحت لاختها ماكس اللي ما بتسمعش وقالت لها لازم تيجي معايا عشان هنقتل ساحره شريره. وفعلا اول ما صاحبه الملجأ مشيت، استر خدت ماكس واستنوها على الطريق المقطوع، واول ما العربيه قربت متزقه ماكس واختها قدام العربيه بمنتهى الغل، بس باعجوبه ماكس ما ماتت. ولما الست الغلبانه نزلت تطمن على البنت طلعت لها استر وهي ماسكه شاكوش كبير وفضلت تضربها على راسها بمنتهى الوحشيه لحد ما خلصت عليها ونفذت جريمتها. وماكس كانت شايفه كل حاجه ومرعوبه من المنظر، بس بعدها استر خدت ماكس وطلعت بيها على بيت عالي وهددتها انها لو نطقت بكلمه خلص عليها. في وسط التهديد راحت بايساها من خدها عشان تبين لها قد ايه هي بتحبها. بس وهم نازلين اخوهم دانيال بيبص عليهم من بعيد، واستر لما لفت وشها لمحته وهو شايف، فراحت له على اوضته وطلعت سكينه وسالته انت شفت ايه؟ دانيال قعد يحلف لها 100 يمين وما شافش اي حاجه غير انهم كانوا نازلين من البيت عادي. وبنروح لكيت اللي مصممه على موضوع الدكتور النفساني، فعلا خدت استر وطلعت بيهم عند الدكتور. بعد الجلسه كيت بتتصدم من رد فعل الدكتوره قالت لها البنت سليمه وما فيهاش اي حاجه، دي حتى بتشتكي لي انك مش كويسه وما بتحبهاش وبتحبي ولادك التانيين عنها. وده اللي ضايق كيت جدا. وهم في طريق وراجعين كيت بيجي لها تليفون وبتعرف منه ان صاحبه الملجأ اللي كانت عندهم اتقتلت بطريقه وحشيه، وهنا الشك بيتحول ليقين، البنت دي وراها مصيبه. كيت بتفضل تدور على النت على الامراض النفسيه للاطفال، وبتعرف ان في اطفال بيعانوا من حاجه اسمها اضطراب الشخصيه، ودول اطفال بيعرفوا يمثلوا البراءه ويتحايلوا على الكبار وتصرفاتهم عدوانيه ومليانه غل. وبتروح لجون عشان تقول له الكلام ده، بس جون برضه مش بيصدق ان البنت القمر دي يطلع منها كل ده. وكيت بتروح لاولادها وبتبدا تسالهم لو شافوا حاجه غريبه على إيه. بس العيال للاسف بينكروا من الرعب لان استر مهدداهم بالذبح لو اتكلموا. وبالليل استر بتعمل كارثه بشعه، بتروح لكيت مامتها وبتقول لها انا جايبه لك مفاجاه. والمفاجاه كانت انها قطفت لها كل الورد الابيض اللي فيه الرباط بتاع بنتها المتوفيه تديهولها كهديه. وكيت اول ما بتشوف المنظر بتفقد اعصابها وبتشد استر من دراعها بمنتهى القوه فتقع. بس استر المجنونه عشان تحبوك اكتر وتبان انها ضحيه بتدخل اوضتها وبتكسر دراعها بنفسها وبتفضل تصرخ وتصوت. ولما جون بيدخل عليها الاوضه وبيشوف دراعها بتقول له ان كيت هي اللي عملت كده. طبعا جون بيصدقها وبيروح يزعل كيت وبيتخانقوا مع بعض، واستر هنا بتنجح توقع بينهم. كيت بتبدا ترجع لحاله الاكتئاب من تاني بعد ما كانت بدات تخف. تاني يوم الدكتوره النفسيه بتزورهم في بيتهم وبتقول لكيت ان اللي عملته في استر ده مرفوض، وبتقول لها انك لازم ترجعي تاخدي العلاج النفسي فورا. وكيت بتقول للدكتوره انا متاكده اني ما كسرتش دراعها وان هي اللي عملت كده. والدكتوره بتقول لها دي اخر فرصه ليكي وبعد كده هحجزك في المستشفى. في الوقت ده البنت ماكس قررت تحكي لدانيال اخوها كل اللي شافته، وعرفته ان استر هي اللي قتلت صاحبه الملجأ وان الشاكوش اللي متغرق دم حطاه في البيت العالي. ودانيال بيصمم انه يكشف استر ويجيب الدليل، وبيقول لها انا هطلع اجيب الشاكوش ده واوريه لبابا وماما عشان يصدقونا. بس للاسف يا صديقي الشيطانه استر كانت سامعاهم من ورا الباب. بعد شويه كيت بتروح تطمن على ماكس فلقت استر قاعده مستنياها في اوضتها وماسكه المذكرات بتاع كيت اللي فيها كل اسرارها. كيت اول ما بتشوف المنظر بتتعصب جدا وبتتخانق معاها وبتشد منها المذكرات. وبعد شويه كيت قرر انها تفتش اوضه استر وبتلاقي كتاب لمؤسسه اسمها سيرن ورقم روسي، فبتكلم الرقم ده عشان تفهم الحكايه. والصدمه اللي كانت هنا ان مؤسسه سيرن دي مش ملجأ للاطفال، دي مستشفى للامراض العقليه في روسيا، واستر كانت مريضه فيها. في نفس الوقت ده دانيال كان طالع فوق المبنى العالي عشان يجيب الدليل، وفجاه ظهرت له المجنونه استر وقالت له مش هسيبك عايش يوم واحد. وقامت مطلعه كبريت وولعت البيت اللي فوق السطوح وخرجت من البيت وقفلت عليه بالقفل عشان دانيال يتحبس هنا ويموت محروق. بس دانيال اتصرف ونط من شباك على سطح البيت، بس النار كانت اسرع منه وما لقاش حل غير انه ينط من فوق المبنى، بيقع وقعه مدمره يفقد فيها وعيه. وكيت بتشوف منظر النار من بعيد فبتجري عشان تعرف فيه ايه، واول ما بتوصل بتلاقي دانيال في الحاله دي فبتجري بيه على المستشفى. وهم في المستشفى كيت فجاه بتقوم بصوت عالي وبتقول لجون يا انا يا هي في البيت، وبتقول له ان انا عرفت انها مجنونه وهربانه من مستشفى امراض عقليه، بس جوزها بيحاول يهديها ويبعد البنت عنها. استر بقى ما بتهمتش، بتدخل لدانيال اوضته في المستشفى عشان تخنقه وتشيل جهاز الاكسجين وتخلص عليه نهائيا، بس الدكاتره بيجروا يلحقوه في اخر لحظه. كيت لما تعرف انها كان هيموت بتشك في استر فورا، فبتروح لها بسرعه وتروح مضرباها حته قلم على وشها وبتقعد تصرخ فيها بمنتهى الهستيريا. المستشفى بتقرر انها تحجزها هي كمان. بعد شويه جون بيروح لكيت وبيطمنها ان ابنهم دانيال لسه عايش والدكاتره لحقوه، بس للاسف هيفضل كام يوم تحت الرعايه. وبيقول لها انت كمان لازم تفضلي هنا عشان ترتاحي لك يومين في المستشفى. يعني كيت ودانيال هيتحجزوا في المستشفى وجون واستر
وماكس رايحين على البيت لوحدهم، ووصلوا البيت واستر بدأت تنفذ خطتها القذرة، بتلبس فستان قصير من هدوم كيت بعد ما ظبطته على مقاسها، وبتحط مكياج كأنها ست كبيرة، وراحت لجون وحاولت تغريه وتكلمه بطريقة ستات كبار مش أطفال نهائي، وبتحاول إنها تجرجره للرذيلة. وجون اتصدم وقرف منها جدا وقال لها بصوت عالي من بكرة هتمشي من البيت ده وهترجعي الملجأ فورا. وبنرجع لكيت في المستشفى اللي بيجي لها مكالمة خطيرة جدا، راجل من المستشفى اللي في روسيا بيكلمها ويحذرها ان استر دي قاتلة متسلسلة وقتلت اكتر من 7 موظفين، والمفاجأة الكبيرة انها مش طفلة، دي ست عندها 33 سنة وعندها مرض هرموني هو اللي مخلي جسمها يبان كأنه طفل. وكيت اتصدمت من اللي سمعته عشان تلحق جوزها وبنتها من الشيطانة دي، بس للأسف استر كانت أسرع منها. أول ما جون رفضها طلعت على الأوضة تمسح المكياج وهي بتعيط، وجابت سكينة حادة وفضلت تطعن فيه بكل غل وحقد لحد ما مات غرقان في دمه. وماكس البنت شافت أبوها وهو بيموت وكانت مرعوبة من المنظر، فجريت عشان تستخبى في أوضتها، وإستر فضلت تدور عليها في كل حتة زي المجنونة عشان تخلص عليها وما يبقاش فيه أي شهود. أخيرا كيت بتوصل البيت بس بتلاقي جون سايح في دمه، فبتقوم تجري عشان تدور على بنتها ماكس وتلحقها، بس استر فجأة بتهجم على كيت بالسكينة عشان تقتلها، وفضلوا يضربوا في بعض هما الاتنين، واستر بتحاول تجري منها بره البيت، وبنشوف استر وهي بتحاول انها تقتلها بالسكينة، بس كيت بتلحق نفسها في اخر لحظة وبيقعوا هما الاتنين في بحيرة جليدية تحت البيت. بعدها بشوية كيت بتقدر تطلع بصعوبة من المايه اللي متجمدة، واستر بتغطس وما بتعرفش تطلع تاني. واللي عاش في الليلة السوداء دي هما كيت وماكس ودانيال، وجون مات بسبب غبائه ودفاعه عن الشيطانة دي. وهنا يا صديقي بيخلص فيلمنا مرعب. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل ملخصاتنا. سلام.